استطاعت شركة فودافون ان هي تاخد حقوق رعاية النادي الاهلي في الفترة اللي جاية. ممكن يكون لسه ما لم يتم توقيع العقود، ولكن تمت الاتفاق بشكل كبير. وهو ايه؟ ان هم هيكونوا الراعي الرئيسي على التيشيرت، وهيكونوا كمان اصحاب تسمية الاستاد، يعني هيرعوا الاستاد وهيرعوا التيشيرت. فده شيء جميل جدا. نقدر نقول الف الف مبروك لفودافون ارتباط اسمها بالنادي الاهلي، ان شعب الاهلي العظيم هيتوجه كله هيغير خطوطه، هيروح لفودافون. احنا مع النادي الاهلي، اللي يرعى النادي الاهلي كلنا هندعمه، كلنا هندعمه. قدموا عرض قوي جدا، يعني عرض تسمية الاستاد ممكن يوصل ل 170 مليون، ما يقترب من 8 مليار جنيه، زائد ان هم في طائره خاصه للنادي الاهلي، زائد 3 لاعبين اجانب هيختارهم الجهاز الفني الجديد، زائد كل سنه هيكون في مباراه مع بطل اوروبا. كل حقوق الرعايه والاعلانات تكون لصالح النادي الاهلي. معسكر الاعداد السنوي هيكون برضه على حساب شركه فودافون. كل ده لاجل ان اسمهم يرتبط باسم النادي الاهلي. كده فودافون ضمنوا النجاح. هنقول مبروك واحد للنادي الاهلي، هنقول 1000 مليون مبروك لفودافون، استطاعتهم ان هم يرعوا تيشيرت النادي الاهلي واسمهم يبقى على استاد النادي الاهلي. الله عليكم، شراكه موفقه جدا 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 جدا، يا رب ان شاء الله.